بسم الله الرحمن الرحيم. أنا النهاردة عايز أتكلم معاكم عن الدراما المصرية. أنا اتبسطت جدا لما عرفت إن في عملوا لجنة اسمها لجنة تطوير الدراما، وقلت السنة دي هيطلع مخرجات رائعة من الأعمال الدرامية. فأنا بصراحة لقيت مفيش خلاف كبير ما بينه وما بين السنين اللي فاتت، مفيش حاجة اتغيرت. في مخدرات وفي قتل وفي عنف وفي أعمال كتيرة جدا هي نفسها اللي كانت موجودة في السنين اللي فاتت. فإحنا فين التطوير؟ أنا باستثناء عملين بس، اللي هو أصحاب الأرض ورأس الأفعى، دي أعمال هادفة جدا جدا وبتترجم وقائع حصلت سواء في بلد شقيقة أو في المجتمع المصري، ولها جاذبيتها ومعمولة بشكل في تقنية حلوة جدا. لكن ماذا عن باقي الأعمال؟ ماذا عن فحوى أنا ما بتكلمش طبعا، مع احترامي لكل الفنانين أدوا أداء رائع، بس أنا بتكلم على السيناريوهات وعلى التناول. التناول الدرامي بتاعها هو ما اختلفش عن السنين اللي فاتت. فليه احنا ما عملناش تغيير واضح زي ما اتفقنا؟ وليه لسه ماشيين على نفس الشكل؟ ويا جماعة، أهم حاجة بتحصل دلوقتي إن في رؤية من الدولة، والرؤية بدأت تتدخل. فليه ما حصلش تغيير؟ يعني أنا شايف إن الفن برضو زي ما ماشي في اتجاه السنة اللي فاتت، فبلاقي برضو شرعنة لأعمال العنف والحاجات دي، وده مش صح. احنا لازم نجدد من نفسنا ونبعد عن الحاجات اللي بتأثر في المجتمع سلبا، عشان نحصل على مجتمع نقي ومجتمع راقي. احنا بنتقدم في كل الاتجاهات. ليه الفن ما يبقاش بشكل كامل زي ما احنا بنتمناه وبنحلم بيه، زي افلام زمان الجميلة اللي كان ما فيهاش ولا الهوى، العالم كله كان بيتفرج عليها. اتمنى ان احنا نعود للرونق بتاعنا. واحنا مش معنى كده ان احنا وحشين، احنا حلوين. احسن فن هو الفن المصري، ولكن ليه ما نبعدش عن العنف؟ ليه ما نبعدش عن الحاجات اللي بتعمل تغيير في سلوك المجتمع؟ اتمنى من الدولة ومن اللجنة اللي تم انشائها انها الموسم القادم يكون افضل شوية. واحنا لسه هنتابع الاعمال اللي بتتعرض، وان شاء الله تكون ماشية في الاتجاه ده. وانا طبعا مش قاصد ان انا اهبط من عزيمتكم، بس انا بفكر معاكم، ودايما بحلل بعين اللي هي تتمنى الافضل للمجتمع. شكرا.